أهلا بكم إخوتي على قناة أخوكم بومرام ضمن برنامج شبه يومي يسمى حديث بومرام. اليوم حديثنا حول الأيادي البيضاء لدولة الإمارات العربية، وعلى رأسها أو ممثلة بجمعية الهلال الأحمر الإماراتي. طبعا شفنا أياديها البيضاء اللي قدمتها للرفاق في الساحل السوري، وخاصة بريف اللاذقية أثناء الزلزال المدمر اللي ضرب شمال سوريا، حلب وما بعد حلب. اليوم أتحفونا الرفاق في الإمارات العربية بأنهم أرادوا إفطار صائم بقرية الشلفاطية بريف اللاذقية. طبعا الرفيق جاسم تساءل المستفيدين من وجبة الإفطار، أي وجبة إفطار صائم، عن المشروب الأبيض اللي جلبوا الكبير والصغير والمقمط بالسرير وضعوه على الطاولات وبلشوا يقروعوه قروعة قبل الإفطار وبعد الإفطار. وسألوا شو سر هذا المشروب الأبيض يا رفاق اللي عم تشربوه موجود على كل الطاولات؟ فجاوبوا الرفيق بحيدرة: يا رفيق، اخوتنا السني بيشربوا مشروب أسود بيشبه وجوههم يسمى عرقسوس، بينما نحن نشرب مشروب أبيض بيشبه وجوهنا اسمه عرق غنطوس. هو اختلاف بالثقافات واختلاف بألوان الوجوه. بيض الله وجهك يا رفيق جاسم. فكل الشكر والتقدير للرفيق بحيدرة على الإجابة الذكية اللي جاوب فيها الرفيق جاسم. وطبعا للحديث بقية. عشتم ودمتم، والسلام عليكم، مع تحيات الرفيق بومرام. سلام.